تعالى يا معالي الوزير، هبص عليك وتجاوب. عند الكيلو 46 بالبر الايمن للقناة الترعة فجأة طلعت تبة. انا عايز اعرف التبة اللي طلعت، التبة هي اللي طلعت ولا انتوا اللي طلعتوا التبة ولا انتوا اللي ماشيين غلط؟ التبة دي ما كانتش موجودة؟ اكيد كانت موجودة، لكن ما فيش رفع مساحي، وعليه تم تشكيل لجنة في 8/5/2001 لرفع هذه التبة من مزاد ارتفاع كميات الحفر من 67 متر الى 102 مليون متر بزيادة 35. كلفت الدولة ملايين تسد عوز المحتاجين وتفرج كرب المطلوبين. تعال الفروق، كل حاجة فيها نفس الكلام. فين الدراسة يا معالي الوزير اللي في فرع واحد قللت المسافة من 28 ل 24 كيلو؟ فين الدراسة يا معالي الوزير اللي عدلت المسار؟ فين الدراسة اللي يا معالي الوزير اللي عدلت سمك التبطين؟ وهذا اخر العمل ل 29 شهر. ليه؟ لوجود صخور جرانيتية شديدة الصلابة. يا معالي الوزير الفرع ده كان زمامه 120,000 بقى 90 او قول 104 زي ما انت قلت، لكن قللته. الفرع 2 فين الدراسة يا معالي الوزير اللي قللته من 28 ل 24؟ او عدلت مساره وعدلت سمك التبطين وقللت برضه وكلفت خزانة الدولة 65 مليون جنيه. يا اخوانا ما بتكلمش بالجنيهات، ده انا بتكلم بالملايين. الشعب يعمل ايه؟ يحل كم مشكلة ب 65 مليون. الفرع 3 بناء على دراسة الحكومة، طبعا دراسة الحكومة دراستها ممتازة، تم تعديل مساره اكتر من مرة. ليه؟ لما يتعدل مسار اكتر من مرة خلت الشركة تاخد حكم قضائي ب4 مليون جنيه تعويض على الحكومة. الحكومة اللي بتدرس دي دراسة ولا خيبة؟ فرع 4 وده هذا يخدم زمام 100,000 فدان. فرع 4 ده يا اخوانا ده المصيبة، المصيبة الكبيرة في فرع 4. ليه؟ لا عملوا له تحديد مسار، ولما جم يعملوا تحديد المسار طلع طبقات صخرية جرانيتية يصعب حفرها بالطرق العادية. لغاية قال لك نقلله من 57 ل 30 كيلو، برضه ما نفعش، واتلغى واترفع وسحبوا المشروع من الشركة واتلغى الفرع خالص. يخدم كام؟ يخدم 200,000 فدان. الله، انا بتكلم على 540,000، 40% منهم راح في المشروع في فرع 4، و100,000 رايحين في فرع 3، و90,000. يعني ايه ده؟ ما عادش حاجة، هتزرعوا ايه؟ وصرفنا 55 مليون جنيه. 55 مليون جنيه معالي الوزير. الدولة ما حدش بيحاسبكم. وانا بسألكم في الهندسة مش بتعلموا حاجة اسمها الجسات؟ انت عملتوا جسات؟ لو عملت جسات ما كنتش لقيت وجود طبقات صفائحية من الكيلو 38 ل 39، ولو وجدت وجود تربة انهيارية في المسافة من كيلو 49 375 الى الكيلو 49 865. ليه؟ قعدتوا تدرسوا نحل مشكلة التربة الانهيارية ازاي؟ قال لك نزود الحفر 1 متر، ماشي، ونقسم المسافة الى احداث، كل حبس بطول 100 متر، واعمل سدود ترابية مؤقتة حتى منسوب المسطح، واغمر هذه الاحداث بالمية. سعر المتر الواحد ب3 جنيه، هينتج عنه روبة. هزيل الروبة سعر المتر الواحد ب5 جنيه. وبعد كده اعمل طبقة احلال عبارة عن رمال متدرجة هجيبها من اسوان على بعد 200 متر 200 كيلو، سعر المتر 60 جنيه، يعني 68 جنيه في المتر الواحد يا ظلمة. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ طريق ابو سنبل، الغريب ان الحكومة عملت الطريق، وبعد ما اتعمل الطريق والحاجة الوحيدة يا اخوانا اللي مشيت في ميعادها قال لك لا نغيره، الطريق ده مش مناسب. ياه، وتغير واتعمل الطريق الحالي. ايه اللي بيحصل؟ فلوس منهوبة، الحكومة بتلعب، بس بتلعب على حساب مين؟ على حساب الشعب الغلبان اللي وثق في الحكومة وهي لا تستحق الثقة. تعال نشوف الصحارة. الصحارة دي على دليل فرع 3 و4 اسفل قناة نفيض تشكي. هذه الصحارة
ده تقرير الجهاز المركزي بيقول الاعمال متوقفه تماما، لا توجد اي معدات او تشوينات في الموقع، ولم تقم الشركه بتوريد حديد التسليح والفرم المعدنيه ولا مصدات المياه. وده مهم جدا الصحار اللي ده هيزرع معانا، هيساعدنا في زراعه 300,000 فدان. الموضوع ضايع. الوزير قال كلام جميل، بيقول ان معدلات التنفيذ تسير بشكل يفوق الخطط والبرامج الموضوعه. انا مسكت له العقود اللي اتعملت وشفت العقود اللي عملها. العقد الاول من الكيلو 0 للكيلو 30 ده تبع شركه مساهمه البحيره. قيمه العقد الاصلي 3/4 مليون جنيه، 3/4 مليار جنيه. قيمه العقد المعدل 1.5 مليار. يعني اذا في زياده. مده التنفيذ كانت 30 شهر، خلصوها في كام؟ 105 شهر. 105 شهر والشباب قاعد في الشوارع والناس مستنياكوا عشان تشغلوهم. كمية الحفر زادت من 400,000 متر الى 11 مليون، بفارق تكلفة اكتر من نص مليار. من نص مليار تاني يا ناس. نعمل ايه؟ حدش بيحاسب حد. العقد الثاني برضه نفس الكلام، من 15 شهر الى 65. العقد الثالث نفس الكلام. كل العقود بنفس الوضع، نفس التأخير ونفس الوضع، لغايه ما جيت لعقد 4. يعني انا بقول لك كده تلاقي العقد الاصلي والعقد المنفذ ومده التنفيذ. جينا هنا في فرع 4 قيمه العقد الاصلي 540,000، يعني اكثر من نص مليون. مده التنفيذ 36. العقد ده لا عقد معدل ولا تنفيذ فعلي. ليه؟ لان اتلغى وضيعنا ال 55 مليون جنيه راحت على الدوله. طبعا هيسيبوها ال 55 مليون جنيه. هيعمل رد للطرق العادية، اعادة طرح العملية مستقبلا باسعار متضاعفة واهدار للوقت والجهد. الكوبري 31 على الكوبري 31 نفس الكلام. كوبري كان ممكن يعملوه عمودي يتكلف 2 مليون، عملوه مايل يتكلف 9 مليون، ضيعوا 7 مليون جنيه. انا بسأل معالي الوزير، انت ليه عملت لجنة لمواجهة عيوب المشروع مما كلف الوزارة ميزانية جديدة، وقد تم تشكيل لجنة لفضل الشركة القابضة للتنمية الزراعية والمسند اليها تنفيذ الفرع 2 بلغ اقناع الشركه بالحصول على مبلغ اكبر من الاسعار الاصليه للعقد، وقد تم تشكيل لجنه من 8 قيادات. انت بتعترف ان مفيش دراسات. ما رايك في عيوب التبطين؟ ايه اخبار الصرف الزراعي؟ انا اول مره اشوف هعمل ري بدون صرف. لغايه دلوقتي مفيش صرف. حاجه غريبه يا اخوانا. حد قال في ري من غير صرف؟